اللي حصل مع الدكتور موريس ده مش لازم يتسكت عليه، لانه من الواضح انهم عصابة في بعض واتفقوا عليه وبالفعل نجحوا في كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي في الصورة قدام حضراتكم ده الدكتور مفدي موريس من محافظة سوهاج، دكتور صيدلي. واللي حصل انه من ايام قال انا حولت مبلغ مالي لحسابي، استنيت المبلغ كالعادة يوصل لحسابي لكن ما وصلش، وبعدها عمل تأكيد على الحساب، يمكن الرسالة ما جاتش والفلوس وصلت الحساب بالفعل، لقى ان العمليه ما تمتش. ما استناش بعدها واتصل بالخط الساخن علشان يكلم خدمه العملاء ويعرف منهم المشكله فين. حكى ليهم تفاصيل اللي حصل بالظبط. الموظف قال له بالنص كده هنراجع المشكله بتاعتك يا فندم وبعد ساعات هنتواصل معاك. وخد بالك من الجمله اللي انا بقولها لك دي، حط تحتها 100 خط، بعد ساعات هنتواصل معاك. وبالفعل بعد حوالي ساعتين جاله اتصال من واحد بيقول له انا من خدمة العملاء. مش بس كده، قال له على المشكلة بتاعته، المشكلة كاملة من الاول للاخر. بالفعل الدكتور كلمه وكمل معاه للاخر، لكن الصدمة كانت ان الشخص ده اخد مبلغ كبير منه. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، مبلغ كبير من حساب الدكتور بالبلدي كده اتسرق. طب مين ده واتصل ليه ويعرف بالمشكلة منين؟ طبعا الدكتور طالع في فيديو يا عيني منهار من اللي حصل، مش مصدق ان هو اتعرض لحاجة زي دي. وتعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده مع بعض علشان تعرفوا اللي حصل معاه بالظبط واللفة اللي اتلفت عليه. بس ما تنسوش بالله عليكم توصلوا صوته علشان حقه يرجع، لان من الواضح ان دي عصابه واتفقت عليه وبالفعل نجحوا في كده. استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية، استغاثة إلى السيد وزير الداخلية، استغاثة بستغيث بمحافظ سوهاج ومدير أمن سوهاج ومباحث من سيد مدير مباحث الإنترنت والتليفونات، حيث أنا صيدلي مفدي موريس، عندي صيدلية وعندي فوري بي تبع لشركة بي موب، وكنت عملت تحويل فلوس من لحسابي من المكنة لحسابي، المفروض تسمع بعد يومين. بعد 5 أيام اتصلت بخدمة العملاء أقول لهم الشكوى، قالوا طب احنا عملنا لك شكوى وإيميل بحيث إن الفلوس دي تسمع حسابك النهاردة أو بكرة. في نفس اليوم بعد ساعتين اتصل بي واحد قال لي أنا من خدمة عملاء بيموب وأنت اتصلت النهاردة وعملت شكوى ايميل بالفلوس دي لسه ما وصلتش وما سمعتش، وقاعد يراجع معايا بيانات، وكان طريقة انا خسرت فلوس كتيرة بسبب هذا الامر. فازاي بيموب قالوا ان ما فيش تسريب معلومات. طب ما هو عرف منين ان انا النهارده اتكلمت، وعرف منين ان لي حساب، وعرف منين المبلغ، وعرف منين اني الحاجات دي لسه ما تحولتش منين؟ فأنا بناشدكم وبستغيث من هذا الموقف من حضراتكم، وأرجو اتخاذ اللازم، وأرجو إن اللي يسمع الفيديو يشير عشان خاطر يستفاد معلومات، وحفظ الله بلادنا مصر العزيز. جماعة لو سمحتوا، لو حد عنده تفسير للي حصل مع الدكتور غير انهم تشكيل عصابي يا ريت يفيدني. يعني انا مثلا بكلم خدمة العملاء وشرحت المشكلة بتاعتي كاملة وقالوا لي بعد ساعات هنتصل بيك، وفجأة نصاب يكلمني بعد ساعات عارف بمشكلتي وبكل التفاصيل، وفي الاخر يسرقني ويمشي. طب مين اللي قال له وعرف ازاي ومين اللي بعت؟ يا ريت تاخدوا بالكم يا جماعة من الموضوع ده، ويا ريت كلنا نقف مع الدكتور علشان بإذن الله في وقت بسيط حقه يرجع والناس دي يتقبض عليه. بس كده، أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.